يبدو أن التوتر بين المغرب والجزائر لن يعرف الهدوء قريبا بسبب قضية الصحراء المغربية، ويبدو أن الجزائر هي الأخرى غير مستعدة لإنهاء هذا النزاع الذي يستنزف مواردها بدون فائدة. فهي تنازع المغرب في صحرائه بطريقة هستيرية أبدت استغراب جل المتتبعين، متسائلين عن جدوى هذا الإصرار في إنشاء دويلة على أراضي مغربية تعزل المملكة عن محيطها العربي والإفريقي وتحشرها في الزاوية. ويضيف المتسائلون عن أهمية ذلك في ظل المتغيرات التي طرأت طوال هذه الفترة، وفي ظل الأمر الواقع الذي فرضه المغرب في صحرائه، مؤكدين أن الجزائر تنهج سياسة فاشلة وصلت بها إلى طريق مسدود. فالجزائر تنصب نفسها صاحبة حق، تتبنى قضية ليست بقضيتها، وتطالب بأراضٍ ليست بأراضيها، وتخوض معركة ليست بمعركتها، وتعادي المملكة الشريفة بطريقة فظة أضرت بخاطر وقلوب المغاربة الكرماء. لم يبقى للقيادة الجزائرية سوى إعلان الحرب على المغرب. وهذا ما ينتظره الجيش المغربي لتصفية الحسابات مع هذه الدولة المزهوة بجيشها وأموالها، والغير الآبهة لا بعروبة ولا بإسلام. لقد ضاق المجتمع الدولي ذرعا من التصرفات الجزائرية في ملف الصحراء، فهي تلعب لعبة مزدوجة وتتصرف بوجهين مختلفين. تبدو على ورق الأمم المتحدة فاعلة خير، وعلى الأرض صاحبة حق. وهذا ما فطن إليه مجلس الأمن، فأصدر قراراً يدعو القيادة الجزائرية للجلوس على طاولة المفاوضات مع المغرب كطرف في الصراع، وهو ما ترفضه الجزائر لأنه سيضعها في موقف مناقض لما تدعيه. ليس للجزائر أي خيار للخروج من أزمتها مع المغرب إلا بالاعتراف بمغربية الصحراء أو الدخول في حرب مدمرة مع المغرب، وهما أمران أحلاهما مر. وقد استعد المغرب جيدا لاحتمالية الحرب مع الجزائر، حيث تفيد بعض التقارير أن الجيش المغربي قام بعدة طلعات استخباراتية في الأجواء الجزائرية، وبات يمتلك بنك أهداف مستعد لضربها عند إطلاق أول شرارة للحرب. ويضيف التقرير أن المغرب عازم هذه المرة على توجيه ضربة ساحقة للنظام الجزائري، حيث لن يترك له أي فرصة للرد. ويعرف هذا التحرك العسكري باسم الصدمة، وهو تكتيك إسرائيلي أمريكي اعتمدته الدولتان في حروبهما على بعض الدول العربية في الشرق الأوسط. وقد كثف المغرب منذ سنتين من التدريبات والمناورات العسكرية مع الجيش الأمريكي تحاكي أجواء الحرب وأجواء كوارث غير تقليدية، مما يعطي الانطباع بأنه استعداد للحرب. بالإضافة لتحصله على أسلحة هجومية مدمرة من إسرائيل لا تملكها إلا دول كبرى، مما يزكي فرضية الصدمة كمنهجية حربية ينتهجها المغرب عند أي اشتباك مع الجزائر. وبحسب التقرير، يضم بنك الأهداف قواعد ومطارات وموانئ عسكرية ومخازن أسلحة ومنصات صواريخ ودفاعات جوية ومراكز تحكم وقيادة ومقرات رسمية لكبار الجنرالات ووزارتي الدفاع والإعلام، تصيب النظام بالشلل فتعجله بالاستسلام. إن القيادة الجزائرية قيادة متهورة لا تعي خطورة ما تقوم به من أعمال عدائية ضد المغرب، واستمرارها على هذا النهج سيرتد عليها وبالا، ولن تجني منه سوى الفشل والهزيمة. بل باتت تشكل مصدر قلق للولايات المتحدة من حيث تعاملها المستفز مع الروس. ففي الوقت الذي يخوض فيه الغرب حربا طاحنة مع روسيا، تعمق الجزائر من علاقاتها مع الروس، فتدعمهم بالأموال عبر صفقات أسلحة، وتفتح لهم الموانئ والأجواء، غير مدركة بما يشكل ذلك من ضجر عند الولايات المتحدة الرافضة لأي تغلغل روسي في المنطقة. وفي النهاية، إذا تقرر ضرب الجزائر عسكريا، فسيكون ذلك بنيران مغربية، حيث تلتقي المصلحة، وبدون ردود من العالم العربي الساخط أصلا على هذا النظام.